السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في تم صحة وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين وبعود الايام وداخل علينا رمضان. يا رب يدخل علينا بالسرور والهنا والبركة والسعادة، ولا فاقدين ولا مفقودين. يا رب رجع لكل ذي حق حقه، وانصر كل مظلوم، واطعم كل محروم، وارزق كل مشتاق، واشفي كل مريض، وجيب يعني كل السرور والفرحة كده على العالم كله يا رب، والعالم الإسلامي أجمع يا رب. واحفظ العرب يا رب، واكفيهم شر صحبة السوء وفتنة السوء وكل حاجة يا رب. يا رب انصر فلسطين، وانصر السودان، وانصر سوريا، وانصر اليمن، وانصر كل الدول يا رب. يا رب إنك قادر على كل شيء. تعملي معانا إيه يا شير النهاردة؟ عايزة لكم بقى أكلة رمضانية تحفة، عايزة تعمليها في العزومات اعمليها. أنا بقى دي تاني أكلة عايزة أقولها لكم عشان تحضروها رمضان كده، وانا معاكم كده في اكلاتنا وكل ما هتسلى معاكم. تعملي ايه يا شيري؟ طبعا انا مش هرمي البصل، انا قاعده بقورها كده. اول ما الاقي فيها اي حاجه، انا بص بوريكم ان انا جبت لها 10 كيلو، دي 10 كيلو بصل. جبتها بكام يا شيري؟ مش عايزه يعني اضحككم. جبتها ب 250 جنيه. 250 حلو طبعا. عن 10 كيلو كان البصل ب 40 وكان ب 35، فلما اجيبها ب 250 جنيه يعني ده كده حلو خالص. جبتها ب 250 جنيه على الكيلو ب 25. شيرين نزل شويه دلوقتي، انا كنت جايباها من شهر بصراحه يا جماعه، كنت جايباها من شهر. المهم، جبت بقى البصل زي ما انتم شايفين كده وقلت اما انضفها، حتى لو في اي حاجه من جوه برضه اشيلها، لان احنا عايزين نوفر على قد ما نقدر يا جماعه، ونمشي نفسنا على قد ما نقدر. عشان شايفين الدنيا غاليه ازاي. انا مش عايزه ازودكم، يعني بصوا مش عايزه ازودكم هم، بس انا عايزاكم تقولوا ايه. يعني ما تقولوش مثلا ايه، يا رب انا عندي هم كبير. قولي يا هم من عند رب كبير. ربنا مش بينسى حد، فعلا والله العظيم ربنا ما بينسى حد. استغفروا كتير، صلوا على النبي كتير، ادعوا بقى وقولوا لربنا اللي انتوا نفسكم فيه واللي انتوا عايزينه. تلاقي حد بيخبط عليكي كده وسبحان الله العظيم بيكبر بخاطرك. لو باللي انت نفسك فيه. هتعملنا اكلة ايه النهارده يا شيري؟ ربنا يجعلنا في عون بعض يا رب. انا كنت متبله الفراخ زي ما انتم شايفينها، هي متبله وحلوه كده وجميله كده، وبعدين في الفريزر متبله على طول. دول بتسلم عليكم وتقول لكم حطوا لايك لماما عشان خاطري، عشان ماما بتعمل لنا اكل حلو قوي. اه والله العظيم بقى منى كانت بتقول كده، والاكله دي هتعجبكم قوي 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 مع ماما. جبت بقى بصل، خرطتها كده، بصل خرطتها كده، وفصين توم، وقطعت بطاطس مكعبات وبسله وجزر. تمام. وطبعا على البصل على التوم كده، وهجيب كيس حراري هوريهولكوا. ده اللي انا بقطعه، ده اللي بيتربط بالكيس الحراري. وهطلع بقى كيس حراري زي ما انتم شايفين، ده الكيس بتاعه الغلاف بتاعه كده من بره. راح احمد جايبه، تعرفوا الكيس الحراري ده كنت جايبه السنه اللي فاتت بكام؟ 5 اكياس. كنت جايبهم ب7 جنيه ونص. راح احمد يجيبهم اول امبارح لقاهم ب 18 جنيه. ب 18 جنيه والله. يعني حاجه ممكن تزيد جنيه، تزيد 2 جنيه، تزيد 5 جنيه، لكن تزيد 10 جنيه ونص، قسما بالله حرام. بس هنقول ايه يعني؟ هنيجي على ايه ولا هنقطع ايه ولا ايه؟ احنا ممكن بعد كده نقطع يعني. كل ما تقولوا كذا غالي يقولك قطعوه قطعوه قطعوه. طب ما تيجي نقطع نفسنا، يعني احنا عن نفسنا عايزين نقطع نفسنا. بس سبحان الله نروح نموت نفسنا يعني، ونرمي نفسنا في التلاجة؟ يعني احنا يعني خاسرين دنيتنا واخرتنا يعني ولا ايه؟ انا عايزه افهم يعني. حسوا بالناس شويه، حسوا بالناس الغلابه شويه. صدقوني والله العظيم بجد، حتى الغني بقى بيشتكي، مش الناس الفقيره بس. حتى الغني بقى بيشتكي. ربنا يا رب يجعل فينا الخير لحد يوم الدين. واللي عنده الحمد لله قوت يوم النهارده احسن من اللي ما عندوش خالص. ونحمد ربنا ان احنا عندنا قوت يوم، الحمد لله. من حمد ذاته. طبعا شيرين هي الفراخ بترص كده؟ لا لا لا، اسكتي، بتنام بنيمها اهو. هعدلها لك اهو، حاضر. المهم ايه، عدلت الفراخ كده على البسله كده زي ما انتم شايفين. وكان عندي كبدتين وقنصتين كده حطيتهم برضو، وفي رجل فرخه، رجل فرخه. امال هم هياكلوا ايه؟ طبعا ما احنا طبعا يا جماعه بناكلهم الجلد والعظم ولو في رجلين فراخ ولا رقبه ولا حاجه معانا برضو بنحطها لهم. امال هنعمل ايه بس؟ بص يا جماعه، الناس اللي بتشوف قطط عندي ده مش بايدي والله العظيم، قسما بالله مش بايدي. هم اللي بيحبوا يقعدوا معايا، هم اصبحوا جزء من حياتنا. انا لدرجه لقيت ابو احمد بيعدهم بالليل. بقول له انت بتعدهم ليه؟ بيقول لك كان في حاجه ناقصه بره يبقوا سقعانين. والله العظيم بيقول كده. لا يكون في حاجه بره ناقصه ويبقوا زعلانين، فنتاكد ان الاربعه موجودين وبعدين ننام. تعملي بقى هنا يا شيري. هنا بقى انا حاطه دقيق ورز كده تحت الحوض. ربنا يبارك فيك يا ماما ويشفيكي ويديك الصحه. والله يا جماعه، هي اللي كانت جايبه لي الرز وهي كانت جايبه لي الدقيق وكده. وقالت لي خلي بيتك مستور. طول ما بيتك مستور وفيه الدقيق والرز، فانت عندك خير ربنا كله.
ربنا يبارك لها يا رب ويعطيها حتى يرضيها ويشفيها يا رب ويكفيها شر اي حاجه وحشه يا رب، وتفرح باخوات يا رب، يفرحك يا امي باخوات. فالمهم حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده، قلت اما اعمل لهم قرصتين. جبت 200 جرام سمنه، عليهم معلقتين 2 زيت، عليهم كيلو الا ربع لبن رايب، كيلو الا ربع لبن رايب، عليهم كيلو دقيق، كيلو دقيق ومعلقتين كده، يعني كيلو دقيق وتمن. وقمت جايه بقى ايه نازله لك بقى كده عجنهم لك مع معلقه خميره فوريه صغيره، مع نص معلقه ملح صغيره، مع معلقه سكر. تمام. وكل ده بقى وعجنتهم مع بعض. شيرين انت ما سيحتيش السمنه، ما انا اللي قصدها، انا اللي قصدها. عارفين بقى لما بسيحهاش وبعجنها كده يا خرابي بقى، لما يبقى في حته سمنه مرمله جوه القرصه كده بتسيح جواها بقى. وعايزه اقول لكم ياه ياه يا على الجمال والريحه. ابو احمد اصحابه معاه في الشغل بقى بيقولوا له ايه ريحه القرص دي يا ابو احمد، احنا صايمين، او احنا صايمين يا ابو احمد. اتفضلوا يا جماعه والله اتفضلوا والله، يعني يا ابو احمد احنا صايمين، ده مراتك مدلعاك. قال لهم هنعمل ايه، ما عشان شغلها بقى، كل شويه تقول انا هعمل كذا انا هعمل كذا عشان شغلها. ربنا يصلح حالنا وحالكم وحال امه محمد يا رب، ويرزق كل الناس ويوسع على كل الناس. شيرين بعد ما ربطت الفراخ كده بتحطها في الفرن، لازم تخرمي الكيس من فوق، اوعي توصلي الخرم لتحت لا يتقطع يا خايبه، خليه بس من فوق بس. وتقوم حاطاه في صينيه ألمونيا كده ومدخلها الفرن. شيرين ممكن الكيس مثلا يتقطع قوي او كده، او يتقطع منها غصب عننا، حطيه جوه كيس تاني نفس النظام كده، وافرديه كده وحطيه على صينيه في الفرن، في الفرن صينيه فاضيه يا شيرين، مش صينيه فاضيه خالص، تكون ألمونيا فيهاش نقطه ميه، ما فيهاش نقطه ميه. وهي بقى السوائل هتسوي الفراخ وهتسوي الخضار من جوه كده، هيطلع لك زي العسل. عايزه اقول لكم انا كنت ضاربه طماطمتين برضو، نزلت عليهم طماطمتين اتنين، لا تلاته ولا اربعه، اتنين بس. ونزلت عليهم كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هتشوفوا النتيجه في الاخر قسما بالله تاكلوا صوابعكم ورا، هتاكلوا صوابعكم ورا. شوفوا بقى انا عجنت القراص عجنه حلوه ازاي اهو. زودت دول بقى حوالي 8 كيلو دقيق اللي انا زودتهم، حوالي 8 كيلو دقيق اللي انا زودتهم. زودتهم ليه يا شيري؟ احس العجينه ايه يعني سايبه شويه، اللي هو يعني محتاجه شويه دقيق، فقلت لا اظبطها بقى اظبطها. طبعا القطط يا جماعه احنا والله العظيم محذرين منها قسما بالله، ما حدش يفكر ان احنا هناكل مكانهم يعني ولا بنعكهم، لا احنا محذرين على قد ما نقدر. انا هنا يعني ببطط معاكم القرص اهو وبحطها في السجاد. طبعا ما صورتش لما طلعت، سامحوني جدا جدا، لان انا خبزها الفجر يا جماعه، خبزها الفجر، فما كنتش قادره ابص قدامي ولا اصور بجد، بس انا كنت عامله معاكم قبل كده كتير. دي القرص الطريه. دي بقى الفراخ يا خراش، صلوا على النبي وزيدوا النبي الصلاه، وحطوا لي لايك، حطوا لي لايك بالله عليكم، حطوا لي على الجمال والحلاوه والطعم والاناقه وكل حاجه. كل الناس اللي بتشوفني دلوقتي بقول لكم انا كان نفسي تيجوا تاكلوا معايا الاكله الجميله دي. الناس اللي نفسها تيجي تزور شيرين، تعالوا اعمل لكم الاكله الحلوه دي. يلا باي.